السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا كيفاش نقدروا نزيدوا مبيعات جديدة في الابليكاسيون، يعني كيفاش نقدروا نبيعوا في الابليكاسيون. أول حاجة كنديروها كنكليكيو على البوطون ديال كنكليكيو على البوطون ديال المبيعات هنا، نكليكيو على بيعة جديدة. دونك هنا كنختاروا أول حاجة واش بالديتاي ولا بالجملة. يعني إلا اختاريتي بالديتاي كيطلع لك الثمن ديال الديتاي، اختاريتي بالجملة كيطلع لك الثمن ديال الجملة على حسب انت شنو النوع اللي كاين اللي غتبيع له. هنا مثلا الزبون هذا كيكون اختياري، يعني تقدر ديرو تقدر ما ديروش. مثلا والزبون تقدر تقلب عليه بالنمر التليفون، تقدر تقلب عليه بالسمية، يعني شنو ما بغيتي تقلب عليه بالتليفون. مثلا هنا ها هو كيطلع نمر التليفون ديالو والسمية اللي هو، حيت حنا عندنا زبون واحد في الابليكاسيون محمد امين، دخلوه. أه هنا الا بغيت تخلي شي ملاحظات هذه ماشي مشكل تقدر ما ديرهاش. هنا مثلا اليوم نبيعو كلافيي الكمية جوج والمجموع هو 180، دونك تما الحبة 90، دونك المجموع 180. نقدرو نديرو سلعة جديدة. هنا في تقلب على المنتج تقدر تقلب بالسمية، وتقدر تقلب حتى بالاس كيو اللي كنتي دخلتيه، او لا الباركود. يعني الباركود تما تقدر الا كان عندك سكانر تقدر تسكاني هنا وكيدخل الباركود اوتوماتيكمون. دونك هنا نقلبوا بسمية، نديرو مثلا شاورما محل كيبيع الشاورما والكلاويات ما علينا. دونك الكمية هنا 5، المجموع دونك 200، توتال كامل 380. هنا تقدر تختار الطريقة ديال الخلاص، واش لاكارت ولا الكاش باش تبقى مسجلة عندك، ولا فيرمون. دونك نديرو هنا فيرمون مثلا، تسجل البيعة. فاش كتسالي كيطلع لك هنا في الأول، ها هي كيطلع لك هنا رقم الفاتورة الكليان مع النيميرو التليفون ديالو، تاريخ البيعة، والمجموع اللي هو 380. دونك هنا الا بغيتي تخليها كليكي على الريفيرونس ديالها، وهنا كتعطيك معلومات كامله، يعني السلعه اللي بعتي، الكليان، نمر التليفون ديالو، نوع البيعه واش بديتاي ولا بالجمله، وحتى المجموع. وهنا عاوتاني الا بغيتي طبع داك التيكي الصغير اللي كانت الطبيعه ديالو كتكليكي على هذه، او لا بغيتي فاكتوره كامله، يعني عندك لامبريمونط عاديه راه كتكليكي على طباعه فاكتوره، طباعه، وهي كتكون بهذا الشكل هذا. وكيكون فيها الا كنتي مدخل اللوغو ديال الشركه في الابليكاسيون كيكون حتى اللوغو ديال الشركه ديالك هنا. دونك هادشي اللي كاين.